السلام عليكم ورحمة الله. نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. اعملوا ماما لايك واشتراك. شكرا. في القناة. انا لسه جايباهم من الحضانة ودلوقتي عايزين يعني يطلعوا كده عايزين يقولوا مقدمة ويقولوا يا ماما عايزين نطلع معاكي وكده، فانا قلت ماشي نطلعهم معانا كده. بولتي بتقولك ان احنا جايبين بولتي، كانت جميلة نفسها في البولتي وقالت لي يا ماما انا عايزة اكل سمك النهارده، فقلت لها تمام تعالي نعمل سمك النهارده. فتعالوا نوريكم خطوات واوريكم انا بعمله ازاي. بعمله حلو ولا وحش؟ حلو. شكرا. ممكن بقى كل واحدة على مكانها. يلا. هنا كان طبعا شكل السمك بقى لما اتحمر بصي مقرمش جدا. هقولك على تكه حلوه قوي وتكه بسيطه قوي 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 بمكون بسيط هيخلي معاكي السمكه مقرمشه قوي. تابعي بس معايا كده وانا هقولك الخطوات واحده واحده كل حاجه كده اما نيجي لمرحلتها. هفهمك الدنيا فيها ايه. انا هنا طبعا السمك عند الراجل فيه ب 80 وفيه ب 90. ابو 80 بصي انا حسيت ان هو صغير كده ومش مفهوش لحم. وابو 90 حلو محطوط مع الكبير. والراجل بصراحه عندنا هنا انا بتعامل معاه على طول بيديكي الكفه ويقولك نقي اللي تعجبك، نقي الكبيره تنقي الوسط تنقي اللي يعجبك يقولك نقيه بصراحه، يخليك انت اللي تنقي السمكيه بايدك. ودي حاجه بصراحه يعني ايه بتخليني اجيب منه من عنده دايما. المهم يا ست الكل انا خليته بس هو نضفهولي لاني طبعا ببقى صعب قوي في الفتح بتاعه. هو بيخرج معدته بطنه يعني بس. وانا بجيبه بقى طبعا تحت ميه جاريه، اهم حاجه يكون ميه جاريه كده تحتيه. مش ما تفتحهاش قوي عشان ما تغداولناش وتغرقنا طبعا. بصي انا اهم حاجه عندي السلسله اللي جوه. السلسله اللي جوه كده بضفرك كده معلش. كحتيها كده بيبقى فيه دم جوه ما بين السلسله وما بين الجلد بيبقى فيه دم. هي دي سبب الزفاره مع السمك عشان يبقى عندك علم. هي دي سبب الزفاره. فانت على قد ما تقدري نضفيها حلو قوي عشان خاطر لما تيجي تاكلي ما تحسيش ولا بطعم بقى زفاره ولا ان انت بتقلي بيبقى ريحته زفره قوي. فهي دي الحكايه كلها. انا هوريها لك برده. بصي خليتها قشطه من جوه. بقعد اشطفه مره واتنين والله لغايه اما اخليه بيلمع كده تحس ان بطنه بتلمع كده من جوه. معايا حاجه مهمه جدا معايا الشبت معايا الثوم ومعايا قرن فلفل. قرن فلفل ده براحتك عايزاه سبايسي حطيه عايزاه رومي حطيه بس انا عشان معايا جميله وليلي ما اقدرش ان انا اعمل الاكل سبايسي. فاهم حاجه بس عندي الشبت. وممكن تعمليه برضو في الكبه وممكن تضربيه في الهون بس انا برجح برضو الهون. معلش في تفاصيل كده برضو بتفرق. يعني لما بتيجي تضربيها كده بايد الهون في ريحه كده حلوه في ريحه دقه بتطلع. بتحس ان التوميه كده طلعت ريحتها. اما باجي بضرب في الكبه مش بشم الحاجه دي مش عارفه بحس ان هو برضو مش مطحون حلو مش زي ما الهون كده بيهرسهولي كده وتحس ان تحس ان كل حاجه نزلت ميتها. هنضربه دلوقتي مش هحط ال الملح والكمون والحاجات دي دلوقتي. انا هضربه بس الاول هضربه كده بالهون علشان خاطر الهون عندي صغنن وما يدهولش الدنيا. بس اول لما احس ان هو هبط كده هبتدي ان انا احط البهارات بتاعتي. هنا طبعا السمكه بتاعتي زي ما بقولك عشان فيها لحم فعشان تبقى طعمها حلو ومطعمه من جوه وشاربه التتبيله حلوه قوي بتمسكيها انت طبعا بالسكينه كده وتشرخيها. ما تخافيش مش هيحصل اي حاجه بس هتدي طعم حلو وهتحسي ان التتبيله كده دخلت في لحمها. هنا طبعا زي ما بقولك انا دقيته وهبتدي احط البهارات بتاعتي. هحط الملح بتاعي طبعا بنزود ملح بس حبه بسيطه علشان خاطر السمك بتاعنا بيحب الملح زياده. بس برضو دي حسب برضو يعني حسب براحتك حسب الاكل عندك ايه الدنيا انتوا تحبوه مالح مش مالح مظبوط. فانت حسب برضو الملح ده بيرجع لك انت. انا بحط بالبركه بصراحه وبيطلع تمام مظبوط معايا. انت برضو بعينك كده. هنا طبعا اساس السمك الكمون انا حطيت ملح حطيت رشه فلفل اسمر حطيت كمون. وهنا كان عندي بهارات سمك حطيتها طبعا مش حطاها في العلبه بتاعتها عشان عندي العلبه عايزين يتغسلوا يعني كده وما عنديش بهارات بصراحه. هنزل اجيب بهارات ونغسل العلب وبعد كده نحط البهارات بتاعتنا في العلب. ده الليمون الصيني اللي انا كنت جايباه في الفيديو معاكم الاولاني اللي انا بتاع السوق. بصراحة حلو يعني ممشي الدنيا والله. احنا لو استغنينا عن الحاجة الغالية وجبنا البديل بتاعها والله العظيم بجد هنعمل احلى مقاطعة للحاجات الغالية وهتحس ان الحاجة دي نزلت ورجعت لتمنها الطبيعي وسعرها الطبيعي. انما احنا طول ما متمسكين بالحاجة وهي غالية والله ما هتغلى. والتجار بيضحكوا علينا وكل واحد بيبيع بذمة وكل واحد بيبيع على هواه. فاحنا معلش نقاطع ونشوف البديل لغاية ما الليمون التاني يرخص. انا هنا طبعا بتبل السمك من بره وجوه.
طبعا يا ست الكل ما تنسيش بس تعملي لي لايك. ربنا يسعد قلبك، ربنا يكبر بخاطرك، ربنا يا رب يفرحك باولادك، وربنا يرزق كل واحد بذريه صالحه، ربنا يرزق كل واحد باللي نفسه فيه بحق الايام المفترجه اللي احنا فيها دي. ربنا يا رب ينصر اخواتنا العرب في كل الدول يا رب، امين يا رب العالمين. ربنا معانا كلنا ومع الغلا ومع الدنيا والمعيشه، والله يكون في عون كل راجل وكل ست شقيانه وشغاله على عيالها، وعلى كل راجل فاتح بيت، وطبعا الدنيا مصاريف والدنيا غلا، فالله يعيننا كلنا، ربنا يرزقنا كلنا. لما تيجي تدعي دعوه بعد اذنك ادعي ليكي ولغيرك عشان الدعوه تستجاب والملائكه تقول لك ولك بالمثل، فاهماني؟ فيعني ندعي لينا ولغيرنا ولأمة محمد اجمعين يا رب العالمين. انا هنا يا ست الكل طبعا السمك بتاعنا انا بوريكي ان هنا اتبل، بسيبه شويه، بحاولي تسيبيه مثلا سكه ساعه ساعتين. كل ما هتسيبيه بصراحه كل ما طعمه هيبقى حلو. في ناس بتتبله وبتروح مكيساه كده وتحطه في قلب الفريزر بحيث ان تطلعه ترمضه على طول وتروح قلياه، مش هيحصل له حاجه ما تخافيش، ولا هيجرى له اي حاجه. عفوا معلش شرقت. انا هنا معايا حله ومعايا بصلتين، هجيب البصلتين اقطعهم زي ما بقطعهم كده بالسكينه على طول، واحط حبه زيت، حط حبه زيت عشان الرز بتاعنا يبقى مفلفل. واحطه على النار هديها لون. انت بقى عايزه الرز غامق، بتخلي البصلات تخش على درجه الحرقان كده، ما تخافيش مش هتمرر الرزايه، والرز مش هيمرر، ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش على ضمانتي. هو طبعا هيدي بس تغميقه للرز. انا هخليه وسط بصراحه، ولا اخليه غامق قوي ولا اخليه فاتح قوي، انا هخليه بني كده حلو. معايا ورق لورا او ورق غار، مش عندي كتير برضو زي ما قلت لك، التوابل عندي خلصانه هننزل نجيب. عندي شويه حبهان، عندي هرش رشه فلفل اسمر مش كتير، هحط كمون، كل ده وهي البصلايه على النار. الريحه بتاعت البهارات والله بتطلع كده معاكي وبتخلي الريحه بتبقى حلوه قوي بصراحه، بتبقى جميله كده، تشمي الريحه وهو التوابل دي على النار بتشمي ريحه حلوه. هنا طبعا الرز بتاعنا المصري انت طبعا غسلاه وبتحطيه على طول، مش بنقعه. الرز المصري مش بننقعه، يا دوبك بنغسله عشان ما يكسرش ويتعمل منك، ما بيستحملش اصلا. فانت بتغسليه وتروحي حاطاه في قلب الحله على طول، وتفضلي بقى تقلبي. اهم حاجه ان انت تقلبي الرز، مش رز السمك بس، اي رز انت بتعمليه يا ست الكل بتفضلي تقلبيه حلو عشان يبقى مفلفل معاكي وحلو قوي. هنا انا بحط بقى الملح بتاعي، وطبعا يعني لما اجي احط الميه بتاعتي هشوفه برده محتاج ملح ولا لا، فانت يعني الملح دي بترجع لك انت، الملح والبهارات بيرجع لك انت. زي ما قلت لك انا بحب اقلبه علشان خاطر يبقى مفلفل معانا. هلم الجناب، الم الرز اللي في الجناب، اهم حاجه تلمي الرز اللي في الجناب دوت، علشان خاطر لما يجي يستوي ما تحسيش ان الرز اللي في الحله استوى والرز اللي في الجناب ده هتلاقيه ناشف. فانت لمي كده بالمعلقه بتاعتك. حلو الكلام. انا هنا حطيت الميه بتاعتي، بس هحتاج له ميه تاني، هنحط له شويه ميه كمان، يعني قيمه كوبايه ميه كمان. بتحطي الميه فوق الرز بعقله صباع، تحطي الميه فوق الرز بعقله صباع. انا بعيد علشان خاطر اخواتنا اللي هم لسه مبتدئين سنه اولى مطبخ. ما تقلقوش على فكره، انا ما كنتش بعرف اعمل اكل، كنت يعني بعمل حاجات بسيطه، ما كنتش بحب ادخل المطبخ. فطبعا الواحده بتتجوز مع عيال فبتضطر بتخش، فانت اعملي الاكل ده بنفس راضيه. تكوني داخله كده والله العظيم وانت عندك يقين كده ان انا هعمل شويه اكل، هعمل شويه رز عنب حلوين قوي مفلفلين، هعمل شويه سمك حلوين النهارده وارمشهم كده. اهم حاجه النيه، خش بنيتك كده حلوه وصافيه، والله العظيم الاكل هيطلع منك عسل 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 عسل. وتسلم ايديكم طبعا على وقفه المطبخ دي كلنا. طبعا الرز بيبقى على نار فوق المتوسطه شويه لغايه اما يشرب الرز الميه بتاعنا، وبعد كده اول ما احس ان هو شرب بالميه بتاعته بروح موطيه ونقلها على عين تانية، او خليه على عين عادي اللي انت حاطه عليها، بس وطيه بقى يبقى مع نفسه كده، ما بياخدش نص ساعه. هنا نعمل شويه سلطه، عندي طماطم، عندي خيار، عندي بصل، عندي الخضره بتاعتي. قلنا نعمل شويه سلطه، طبعا سمك يعني سلطه، لازم سلطه، لازم ناكله كده جنب سلطه بصراحه يعني. بتبلع اللقمه، هي السلطه بتبلع اللقمه. وطبعا الطماطم رخيصه، هو الخيار بس ب 12 ونص، وهينزل والله ان شاء الله ان شاء الله هينزل. هنا كنت قطعت بقى الخضره بتاعتي وقطعت الحاجه بتاعتي، بس نسيت احط فلفل رومي مش حراق. هنرجع للسلطه تاني، بس تعالي اقول لك بس ايه اللي بيخلي السمك معانا مقرمش. بصي يا ست الكل، انا معايا دقيق ومعايا معلقه نشا، النشا هنا هو اللي بيخلي السمكه بتاعتك تقرمش، بتخليها والله مقرمشه. ما تخافيش، ما بيضيعش طعم السمك ولا بيعمل اي حاجه، هو بيعمل اضافه بس ان السمكيه تبقى مقرمشه. في تكات بسيطه كده بتفرق والله في الاكل معانا، بتخلي طعم الاكل وشكل الاكل حلو.
حلو الكلام. انا هنا طبعا بدمجه، بقلب الدقيق مع النشا عشان خاطر يبقى ايه كلهم خليط واحد. هيتبقى معاكي دقيق، هيتبقى معانا حبه دقيق يعني في الاخر بعد ما رمض السمك. حطيه في قلب كيس واكتبي عليه سمك، بحيث لما اجي اقلي سمك تاني او اعمل سمك تاني يبقى عندي الدقيق. يا دوبك هضيف له حاجه حبه دقيق بساط في المره التانيه يعني كده وخلاص، عشان مش عايزين نهدر حاجه. الدنيا غاليه والاسعار غاليه، فاحنا مش عايزين نهدر حاجه ونرمي حاجه. انا هنا رحت اجيب قرنين فلفل لما افتكرتهم وحطيتهم على السلطه. والسلطه ما تملحهاش، ما تحطيش ملح ولا تحطي فلفل ولا تحطي كمون ولا تحطي اي حاجه غير ساعه الاكل. هتدبل معاكي وهتحسي ان الطماطم بتاعتنا دبلت والاكل كده دبل ويبقى شكلها مش لطيف. الملح ساعه الاكل على السلطه. هنا حطينا الزيت بتاعنا على النار، خليته يسخن ورحت حاطه السمك. في ناس بتجيب حله وفيها ميه وبتنزل السمكيه دي في قلب الميه. ما تخافيش، الفكره دي حلوه، بس انا نسيتها بصراحه. اتلهيت مع جميله وليلي، كانوا بيطلبوا مني طلبات في المطبخ، فاتلهيت معاهم. فنزلي السمكيه في قلب طبق الميه دوت، وبعد كده حطيه في قلب الزيت. هيمنع ان الدقيق ينزل في قلب الزيت وهيخلي الزيت معاكي نضيف وهتبقى مقرمشه اكتر. هنا طبعا حطيت السمك بتاعنا على النار والرز على النار وخلصنا السلطه. طب انا عندي شويه مواعين بساط كده، طب ما انا المهم واغسلهم بحيث ان انا بعد ما اتغدى ما احسش ان انا عندي مواعين كتير. يبقى هو عندي المواعين بتاعه الاكل اللي انا بتاعه الغدا وخلاص. يعني ايه ايدك في المطبخ على طول، والله مش هتتعبي، هتحسي الموضوع سهل. مش هتحسي ان في مواعين متكركبه كده فوق دماغك لا، اذكري ربنا بقى وانت بتغسلي المواعين دي، في موضوع شاغل بالك وعايزاه يتحل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله، استغفر الله العظيم. سبحي، حمدي، بصي قولي اي ذكر يجي على بالك بنيه ان المشكله اللي عندك او في كرب او في اي حاجه، او يا ستي انا عايزه حسنات، ما عنديش اي حاجه. ربنا يا رب يبعد عننا كل حاجه وحشه، ربنا يقرب لنا الخير يا رب، ما يجيب لنا، ما يدخلش علينا حاجه وحشه ابدا. بس ذكر ربنا في لسانك والله تلاقي الدنيا بقت ايه سلسه كده، والموضوع خلص والاكل حلو وخلصتي ومفيش حاجه وراكي. يا دوبك هخش اعمل كوبايه شاي ساعه بعد الغدا واغسل الطبقين بتوع الغدا، ما عنديش مواعين كتير، بقيت قاعده رايقه. بس خلاص يعني مش عايزه اكركب لك الدنيا فوق دماغك. بلم الدنيا هنا، الرخامه طبعا مطرح السمك وبتاع بتمسكي تصبنيها، عامله فراخ برضو بتمسكي تصبنين بعد ما يبقى الاكل على النار كده يعني قصدي، وتروحي ملميه الدنيا. ولما الدنيا ديت تبقى حاسه ايه ان الدنيا حلوه. جيت انا حطيت الاكل اهو على الرخامه والدنيا زي الفل. الرز بتاعنا مفلفل والله وجميل، بس انا عشان حطاه في بوله بصي شكل الرزايه والله الواحده بوحدتها. والسمك بصي مقرمش، والسلطه هنا ما كنتش لسه برضو حطيت الملح، بس هبتدي احط الملح واحط الحاجه ساعه الاكل على طول. وهنا الليمون، بصي الليمون الصيني ده كان عامل شغل بصراحه وعامل شكل حلو. شكرا، ربنا يسعد قلوبكم.